هسه اسويها بعد اسبوع بعد اسبوعين ممكن نسوي كتاب. اي والله. اي هاي شوف النوارس. استاذ سرور قاعد اصورك فيديويا. والله حلو. في مركز جعفر الطيار قصور الآسية. حلو. كلش حلوة. هاي هيئة الحج الشعبي البطل مركز جعفر الطيار. والله هاي تنحسب لهم صراحة، يعني هذول خطية راح ندز لهم ناس مسحوقين، يعني ما ندز لهم. ان شاء الله يصير كل الخير ان شاء الله. استاذ سرور ان شاء الله يصير كل الخير ان شاء الله. هاي النوارس متوزدة الماي، تجمعاتها كلش حلوة، حتى الفخاتي همين اصواتها ما نسمعها بالمدينة. هم نسمعها اصوات النوارس افتقدناها من زمان. حلوة. اي اي حلو. ويجيك هوا مفلتر، شفت شلون هو نقي صحي ما تشمه بغير مكان. اتمنى انه للاطفال للمعاقين لعوائلهم. هذا قصدي. اي والله. اكو مكان حلو دكتور؟ مكانات جدا جميله، وهذه الطيب الانسان اللي يعاني من مشاكل، من اضطرابات نفسيه، من ضغوطات اجتماعيه، يصير عنده نوع من الراحه النفسيه، راحه الجسد، راحه الصحه. طبعا. اي من يمشي على شط العرب هذا امر يعني كلش حلو. اكيد. هو الماء يمتص الطاقه السلبيه، يعني يمتص الطاقه السلبيه ويجعل الانسان متجدد. صدق الكريستال او الملح يقوم بهيك ادوار؟ لا الكريستال يضر النفس ويدمر الخلايا ويدمر المرسلات الناقلات العصبيه، لانه بمعنى ان هذا الحكي مو صحيح مال انه لا الكريستال ينشط الانسان يوم يومين صحيا. وبعدين يؤدي به الى انه يفتك بالجسم البشري للانسان اللي يتعاطى. لا مو الكريستال اللي يشربونه، وانما اي كريستال تقصد؟ الكريستال هذا الزجاج. شنو قصدك؟ شنو فائدة الزجاج؟ هذا يعني نعم، لأن أنت سألتني بالبداية شنو فائدة الكريستال؟ أي الكريستال هذا حجر الكريستال. هذا حجر الكريستال ما أقدر أجاوبك عليه لسبب هناك متخصصين في هذه يعني. لا هو بعيدا عن الجوانب الروحية. نعم. لا يقولون على أساس يمتص الطاقة السلبية لما واحد أكو حاجات تمتص، بس مسمياتها ما أعرفها. اي هذا قصدي. ان شاء الله.